السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصادكم لهذا الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. جيمس جيفري يقول بأن اليابجي لن تكون جزءا من المنطقة الآمنة في كردستان سوريا. ريدور خليل يصرح بأن ليس لديهم ما يقولونه لعوائل المختطفين الكرد لدى تنظيم داعش الإرهابي. مرور الذكرى السنوية الثانية لاختطاف الناشط فؤاد إبراهيم والذكرى السابعة لاغتيال الناشط جوان قطنة. حملة اعتقالات واسعة في مدينة قامشلو بكردستان سوريا. عودة عدد من العوائل الكردية النازحة إلى عفرين واشتباكات بين الفصائل على مسروقات المدنيين الكرد. الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية. وأخيرا فيضانات في مدن كردستان سوريا وتسجيل أضرار جسدية ومادية. أهلا بكم مجددا. التقى وفد من هيئة التفاوض في الائتلاف السوري للمعارضة السورية في السعودية بالمبعوث الدولي إلى سوريا جير بيترسون، ناقشا فيه آخر المستجدات على الساحة السورية. وقال حواس عقيد ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري المعارض أن وفدا من هيئة التفاوض السورية التقى بجير بيترسون في مقر الهيئة برياض العاصمة السعودية. أضاف عقيد أنه بالإضافة إليه الوفد ضم كلا من نصر الحريري وجمال سليمان وصفوان عكاش وعلاء عرفات وعبد الإله فهد وفدوى عجيلي، وحيث نوقش آخر التطورات والمتغيرات السياسية في سوريا. أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان الحداد على أرواح ضحايا الموصل في بيان جاء فيه: نعلن الحزن والأسى لفاجعة فقدان العشرات من مواطني مدينة الموصل أرواحهم غرقا بسبب انقلاب عبارة نهرية في دجلة، وأن حكومة الإقليم تشارك في الحداد العام المعلن في العراق، وتعلن إيقاف جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية بمناسبة عيد نوروز. وكانت عبارة قد غرقت في الموصل راحت ضحيتها أكثر من 100 شخص، فيما لا يزال عدد من الغرقى في عداد المفقودين. مرت الذكرى السنوية الثانية على اختطاف الناشط فؤاد إبراهيم من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي بايدي في منطقة ديريك بكردستان سوريا. بتاريخ 14 من شهر آذار قبل عامين أقدم مسلحو البايدي على اختطاف الناشط الشبابي فؤاد إبراهيم في منطقة بين قريتي مامشور والشكر خاجة بريف مدينة ديريك بكردستان سوريا. وبالرغم من المحاولات الحثيثة للكشف عن مصيره، إلا أن المحاولات باتت بالفشل بسبب إنكار البايدي عن قيامه باختطاف فؤاد إبراهيم. أقامت الجالية الكردية في دول مختلفة في أوروبا احتفالات بمناسبة عيد نوروز القومي الكردي. حضر الحفل العشرات من أبناء الجالية الكردية في مناطق كردستان سوريا ومناطق أخرى. وفي ألمانيا أيضا أقامت الجالية الكردية حفلا بمناسبة عيد نوروز القومي. شارك في الحفل كوما أرماج عفرين، وقدمت الفرقة عروضا فنية أبهرت الجماهير المشاركة في الحفل. شهدت مدن كردستان سوريا هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حالة الفيضانات في بعض المناطق. بحسب المعلومات الواردة من مدينة ديريك، فاض النهر الذي يمر وسط المدينة ووصلت المياه إلى المنازل الواقعة على طرفي النهر، وسجلت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي لا سيما في الأطراف القريبة من النهر في حي الخيركان. كما أخلى سكان قرية بورزا منازلهم تفاديا لأي انهيار أو فيضان في السد الواقع على أطراف القرية. وشهدت بلدات قرقيلكي وجلاغا والتربسبية وقرى المنطقة أيضا فيضانات مماثلة، حيث غمرت الشوارع بمياه الأمطار وسجلت أضرار جسدية ومادية نتيجة الفيضانات والسيول الجارفة. مرت الذكرى السابعة لاستشهاد الناشط الشبابي جوان قطنة في مدينة الدرباسية بكردستان سوريا. واغتيل الناشط جوان قطنة على يد مجهولين بتاريخ 15 من شهر آذار من عام 2012.
جوان قطنة من مواليد قرية تل قديش التابعة لناحية الدربيسية، واغتيل بسبب نشاطاته وفعاليته ومشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام السوري. أعلن مسؤول العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل أنه ليس لديهم ما يقولونه لعوائل المختطفين المدنيين الكرد لدى تنظيم داعش الإرهابي عن مصير أبنائهم. في تصريح صحفي قال خليل أنهم حرروا جزءا من المختطفين المدنيين لدى داعش، لكن القسم الأكبر لا يزال مجهول المصير وليس لديهم أي معلومات أو جواب لعوائل المختطفين حول مصير أبنائهم. يأتي تصريح القيادة في سوريا الديمقراطية في الوقت الذي أطلقت فيه قصد وبيدة سراح المئات من معتقلي داعش من سجونها بمجرد مبادرات من رؤساء عشائر المنطقة. وبحسب الإحصائيات الرسمية أطلق بيدة في الفترة الماضية سراح أكثر من 1000 من معتقلي داعش من سجونها، فيما لا يزال مصير أكثر من 1000 مواطن كردي سوري اختطفتهم تنظيم داعش ما يزال مصيرهم مجهولا، في الوقت الذي أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية تحرير آخر جيب لداعش في بلدة باغوز بريف دير الزور. شهدت مدينة قامشلو بكردستان سوريا حملة اعتقالات تعسفية لشريحة الشباب من قبل مسلحي البيادة، وذلك بغرض سوقهم للتجنيد الإجباري. وقاموا بوضع نقاط التفتيش في كل من دوار عثمان صبري، سوق البقالة، مداخل سوق القامشلو الرئيسية، قناة السويس، علايا، دوار سوني، مستشفى السلام، طريق حلكو، وأيضا المداخل الرئيسية لمدينة قامشلو. وتم اعتقال عدد كبير من الشبان ومن ثم تم سوقهم للتجنيد الإجباري. قال محمد إسماعيل المسؤول الإداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صفحته فيسبوك أنه بعد زوال تنظيم داعش الإرهابي في سوريا يتطلب من البيادة توفير المناخات المناسبة مع المجلس الوطني الكردي في سوريا للمشاركة في المجالات السياسية والإدارية والعسكرية، وبإشراف دولي لفتح الطريق أمام الحل السياسي الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية والأممية. وأضاف إسماعيل أيضا أن إنهاء تنظيم داعش جغرافيا بقيادة التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يعد خطوة إيجابية وموضع ترحيب لدى أبناء شعبنا الكردي عموما، والذي عانى الظلم والجور والإبادة من التنظيم الإرهابي. أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري بأن العمل مستمر مع تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، واليابجة لن تكون جزءا من هذه المنطقة لأن تركيا لديها مخاوف من وجود اتصالات بينها وبين حزب العمال الكردستاني. وأضاف جيفري بأنه فيما يخص الكرد فإننا نعمل مع تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة على الحدود التركية، والقوات التابعة للحزب الاتحاد الديمقراطي لن تكون جزءا منها لأن تركيا لديها مخاوف من وجود اتصالات بينها وبين حزب العمال الكردستاني. عاد عدد من العوائل الكردية التي كانت قد نزحت بسبب الحرب العام المنصرم من عفرين بكردستان سوريا إلى مناطق ريف حلب عادت إلى مدينتهم وقراهم، ومن المقرر أن ينطلق 1000 سيارة من المخيمات ومناطق ريف حلب على شكل دفعات إلى قراهم، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين الوفد الروسي والتركي في سرايا المدينة بحسب مصادر من داخل المدينة. من جهة أخرى اندلعت اشتباكات بين الفصائل المسلحة في قريتي كفر جنة وميدان أكبس على كيفية توزيع مسروقات المدنيين الكرد، فيما تستمر الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين. فقدت امرأتان من عائلة كردية حياتهما بعد اندلاع الحرائق في بيتهما في حي الأشرفية بحلب، وذلك نتيجة خطأ بسيط حصلت مع العائلة يوم عيد النوروز. وفقدت المسنة إسما محك وكنتها نهجين حياتهما نتيجة اندلاع الحرائق في المنزل الذي تسكنانه يوم نوروز. عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق في المنزل، كان مصدر مقرب من العائلة قد أكد أن العائلة كانت بسبب تحضير وجبة عشاء من المشاوي وبسبب خطأ بسيط حصل، وهو أن عبوة بلاستيكية من المازوت كانت مركونة بالقرب من مكان تحضير الوجبة، أدى ذلك إلى انتقال شرارة النيران إلى العبوة، ما تسبب إلى انفجار عبوة المازوت، وعلى إثره فقدتا حياتهما. اسمها محك وكنتها نهجين علي من أهالي ناحية راجو بعفرين، وبسبب عدم وجود طرقات بين حلب وعفرين وريت جثمانهما في مدينة حلب.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية. وقال ترامب في بيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة، ويعد هذا الاعتراف خروجا عن الإجماع الدولي. ووصف نتنياهو الاعتراف بالتاريخي، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية، وقال: لن نتخلى عنها أبدا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد لهذا الأسبوع. أترككم مع بعض اللقطات من نوروز ناحية بحركي بهولير عاصمة إقليم كردستان الذي أقامه الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وشارك فيه العديد من الفرق الفلكلورية كفرقة نوروز وأرماج عفرين وبيشمركة والعديد من الفنانين الكرد. ومن جهتي دمتم بألف خير.